في الوقت الحالي في احداث واتهامات رهيبه بتحصل وبتتوجه لشركه بريدفاست من موظف طلع يقول عليهم شويه اتهامات، وانا مش طالع ادافع لا عن الموظف ولا عن شركه بريدفاست، لكن انا جاي اسالك سؤال. انت كمستخدم لجميع منصات السوشيال ميديا، ايه المعيار اللي عنده بتكذب او بتصدق حد؟ سواء الحد ده شركه او موظف او عميل او حتى اتنين متجوزين وانفصلوا وحد فيهم طالع بيطعن في التاني. يعني لو قلت لك اتنين منفصلين والطرف الاضعف فيهم اللي غالبا بتبقى الست طلعت تخوض في جوزها وتقول ان هو كان شرير وكان سيء ومش عارف ايه وطلقها عشان يتجوز واحده تانيه، ومش بعيد كمان تتهمه انه كان شاذ جنسيا، هل هتصدقها علشان هي الاضعف وهي اللي طلعت تعيط؟ يعني اسال نفسك ايه المعيار اللي بيخليك تصدق حد او تكذب التاني؟ هل يا ترى بتصدق على مين اللي سبق بالبوست، ولا ترى بتصدق اللي المجتمع بيعتبره الحلقه الاضعف، ولا بتصدق الناس اللي شبهنا، ولا بتصدق اللي الناس والمجتمع والجروبات والصفحات احتشدوا في صفه؟ طب امال امتى بنفكر بالاساليب المنطقيه اللي اتعلمناها وان احنا لازم نسمع من الطرفين؟ طب امتى بنستخدم القاعده الشرعيه اللي اتقالت في الحديث بتاع البينه على من ادعى؟ انت عارف ان الحديث ده معناه ان اي حد اتهم حد اتهام لازم هو اللي يجيب دليل، يعني هو اللي يوضح مش التاني اللي ينفي عن نفسه. البينة على من ادعى دي قاعدة شرعية قيلت في حديث صحيح وبتطبق في المحاكم، يعني مش اي حد معدي يقول اي حاجة كده تتصدق في المطلق. انت فاكر ان الشير واللايك والكومنت والتفاعل اللي بتعمله مع اي حد بيخوض في حد مش بيتحسب في ميزان الحسنات؟ انت فاكر ان الخوض في الناس بدون بينة ما بينطبقش عليها حديث النبي التاني بتاع كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع؟ وانا مش جاي اقول لك كذب بريدفاست او صدقوهم، انا بس جاي اسالك سؤال واضح وصريح. انت بجد بتستحل ازاي تخوض في الناس وفي سمعتهم بدون بينة قبل ما تحكم وقبل ما تاخد قرار؟ وافتكر كويس جدا ان التفاعل ولو بلايك او بكومنت في موقف زي بتاع بريدفاست بيتحسب في ميزان حسناتك وسيئاتك، والبينة على من ادعى.